هل كنت تعلم أن السعودية من ضمن مخططات الكيان، وهي موجودة في خريطتهم الحقيقية التي لا يظهرونها للعوام، وأيضا مطبوعة على عملاتهم النقدية التي عرضها ياسر عرفات في إحدى اجتماعات القمة العربية، والتي فاجأت في وقتها الرئيس العراقي صدام حسين عند اكتشافه لمخطط الكيان الحقيقي. وفي إحدى حلقات سيمسون نشاهد سفر العائلة للمستقبل، وربما يقصدون عام 2030. فيتعرف بارت هنا على إحدى الشخصيات الماسونية والتي لا يعرفها من قبل، وتقول له أن ممارسة الجنس قبل الزواج شيء عادي في ولايتنا 51. وهذا ما يثير استغراب بارت، فمعروف أن الولايات الأمريكية هي 50 ولاية فقط، فمن أين جاءت الولاية 51؟ هنا تقول له هذه الفتاة الماسو الصهيونية أن الولاية 51 تم انضمامها حديثا لأمريكا وتسمى إسرائيل السعودية. فدائما ما نسمع بايدن يقول أن الكيان هي الولاية 51 في أمريكا، ولكن هنا يضمون السعودية معها، أي أنهم يخططون لاحتلال الأراضي السعودية وضمها مع الأراضي المحتلة الفلسطينية، وهم يقولون ذلك بشكل صريح وعلني. فبعد نشر الإسلاموفوبيا على مدى 20 عام، نراهم الآن ينتقلون إلى المرحلة الثانية، وهي احتلال الأراضي العربية، بداية من فلسطين التي يريدون تحويلها إلى منتجعات وملاهٍ ليلية، كما ذكرت في حلقة أخرى من سيمسون عرضت من المسلسل، وأيضا سيطرتهم على مياه النيل ودعمهم لسد النهضة لأخذ سيناء مقابل الماء، كما ذكرت أيضا في فيديو سابق، للوصول إلى هدفهم الرئيسي، وهو دخول المملكة العربية السعودية، بحجة أن لهم آثار قديمة في خيبر. وقد بدأوا بهذا الأمر فعلا عن طريق غرس أول شجرة في الأراضي السعودية، بهدف إرسال رسالة أن هذه الأرض لهم وهم يقومون بزرعها. وللذين لم يفهموا معنى غرس شجرة، فوفقا للقانون الدولي، الذي يزرع شجرة بيده في منطقة تصبح هذه الأرض في المستقبل مملوكة له، بالإضافة إلى تجوالهم في الأراضي السعودية ونشر فيديوهات كثيرة لاستفزاز مشاعر المسلمين العرب والسعوديين.